السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أتيتكم بفيديو جديد وبقصة جميلة وجديدة. اليوم أتيتكم بقصة هروب 7 أشخاص من السجن بطريقة خرافية. أحرق عليكم الأحداث القصة، وكما العادة لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك وانهوا الفيديو حتى الأخير. خلونا نبدأ. قصة لصوص تكساس السبع. ومجموعة من اللصوص اشتهروا بطريقتهم الماهرة في الهروب من السجن، حيث قسموا فيها المهمات واختاروا ساعة الهرب المناسبة لتنفيذ عملية الهروب. وقد حدث ذلك في 13 ديسمبر لسنة 2000، وتم إلقاء القبض عليهم بحوالي شهر فقط، وذلك بسبب مساعدة برنامج الجرائم الشهير في أمريكا، والذي ساعد في القبض على أكثر من 1000 مجرم طوال فترة عرضه التي امتدت لأكثر من 20 سنة. خطة هروبهم: بدأ الرفاق السبع وكلهم من المواطنين من تكساس للتحضير لخطتهم هروب من السجن. جون كونالي بالقرب من مدينة كيندي في ولاية تكساس في غرب أمريكا، وهو السجن من الدرجة الأولى من الحراسة المشددة، واختاروا الساعة 11:20 صباحا يكون وقت التحرك. بعد ملاحظتهم وجدوا أنه الوقت الأقل مراقبة في اليوم بكامله، وانتظروا اليوم الذي يأتي فيه بعض العمال الصيانة لإصلاح أشياء مختلفة داخل مباني السجن، وقد هربوا أشياء مختلفة مسبقا. ثم استطاع السبعة الهروب من الزنزانة ونشر الهلع بين 9 من عمال الصيانة و4 من رجال الشرطة و3 سجناء آخرين لم يكونوا متورطين في العملية. كانت الفكرة الأساسية في خطتهم استدعاء الآخرين عن طريق شخص أو شخصين، ثم مهاجمتهم بقوة من قبل الرفاق الآخرين. ومكان الهروب من السجن، حيث غرفة الصيانة كانت العامل الأكبر في النجاح، حيث قاموا بوضع كل من هاجموا في غرفة الكهرباء وجردوهم من ملابسهم وسرقوا كل متعلقاتهم. وفي لحظة الهروب استطاعوا تشتيت انتباه الضباط المراقبين عبر الاتصال بهم وإلهائهم بقصص غريبة مليئة بالتفاصيل. كل هذا مكنهم من الهروب حتى من بوابات السجن والهرب عبر شاحنة من شاحنة الصيانة التي حصلوا على مفاتيحها. إعدام اللصوص السبع. بعد القبض عليهم تم الحكم على اللصوص السبعة بالإعدام طبقا لقانون ولاية تكساس بتهم الشروع في القتل والقتل المتعمد. أحدهم يدعى لاري جيمس هاربر، قام بالانتحار قبل أن يتم القبض عليه. تم إعدام الثلاثة الآخرين حتى العام 2015، وحتى الآن ينتظر 3 الآخرون تنفيذ الحكم عن طريق الحقن القاتلة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك أي جديد، وباللايك. نلتقي أصدقائي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام. I gazing far into the night.